السلام عليكم اخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشر مباركه وعيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه وان شاء الله العافيه ان شاء الله، وايام مباركه واللي تمنى شي حاجه يا ربي يوصل لها في هذه الايام الكبيره عند الله. اليوم ان شاء الله غنرافق معكم زعلوك بالدنجال بطريقه سهله وسريعه التحضير. كنحتاجوا لهذا الطبق نص كيلو ديال الدنجال. انا درت نص كيلو ديال الدنجال، كل واحد كيدير على حسب الاشخاص اللي عنده. عندي هنا نص كيلو ديال الدنجال، نقيته وغسلته ودرتو في الماء باش ما يكحلش ليا، ومن بعد صفيته من داك الماء ودرتو في الكوكوط. زدت عليه مطيشه وحده محكوكه رقيقه، هي كيف كتشوفوها معايا. اللي ما عندوش مطيشه يقدر يستعمل المطيشه ديال الحك او مطيشه المركزه. كنضيف عليه معلقه ديال الربيع والمعدنوس. انا عندي في الفريغو استعملته، عندك الطريط استعملي اي حاجه، ما ماشي مشكل. من بعد كنضيف معلقه ديال الخرقوم. المهم العطريه كامله، جميع التوابل غنديرهم فيها. غندير هنايا درت معلقه ديال الثومه، معلقه كبيره. هاد الثومه راه انا كنجيب الثومه وكنطحنها وكندير معاها الزيت البلديه وكنحتفظ بها في الثلاجه. ما كتخسر، ما كيطرى بها حتى شي حاجه، كتصبر معاك حتى لمده شهرين او اكثر. ما كيطرى بها حتى شي حاجه وكتبقى عمليه احسن ما كل ساعه كتبغي الثومه تجبديها تنقيها، كتكون بعض المرات مزروبه. هذه راه كتكون عمليه وسريعه، ما كتاخذش منك بزاف ديال الوقت. كنضيف عليها معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الابزار، التحميره، الكمون، الملون. بالنسبه للملون كيبقى اختياري، اللي كيستعمل الملون اللي كتخدم بالملون راه ديرو، اللي ما كتخدمش به ما ديروش، تكتفي فقط باللون ديال الخرقوم العادي والتحميره وشويه ديال الحار، حتى هو كيبقى اختياري. اللي كياكل الحار كيديروا، اللي ما كياكلش الحار ما يديروش. انا هنايا كناكلوا حنا الحار، درت شويه ديال الحار. من بعد كندير معلقه كبيره ديال الزيت البلديه ومعلقه ديال الزيت الروميه. انا كنخلط، وبطبيعه الحال الملح راه على حسب الذوق، كل واحد والذوق ديالو في الملح. من بعد كنضيف الزيت صافي وما كنحركش. التوابل ما كنخلطش العناصر مع بعضياتها، كنخلي التوابل ومطيشه من الفوق ديال الدنجال. كندير الدنجال هو الاولاني، من بعد كندير فوق منه دوك التوابل وكندير فوق منه مطيشه محكوكه وكنخليها هكاك. كنضيف الزيت صافي وكنسد عليهم الكوكوط وكنشعل عليهم الفرن البوطه. والبوطه كتكون مهيله، كديري اصغر بوطه عندك في الكانون، عندك في اصغر راس عندك في البوطه هو اللي كتشعلي عليه وكتخلي الكوكوط كتصفر. راه كتصفر ماشي ما كتصفرش، كتصفر الكوكوط. كتخليها فقط 5 دقائق، 5 دقائق كتصفر، كتحلي عليها. انتم انا تعمدت نوري لكم باش تشوفوا انا خدمت باصغر راس عندي في البوطه هو اللي شعلت عليها. وهنايا راه كنشوي واحد الفليفله في الراس الاخر، كنشوي واحد الفليفله باش غنضيفها عليها. هي كتشوفها معايا غنضيفها من بعد. انا حنت الطبق اليوم انا دايره غديوه الحوت الغدا، ودايره غنرافق معاه شويه ديال البنجال زعلوك. هانتوما انا هنا طفيت عليه، ها هو كيف كتشوفوا معايا كيفاش كيجي. هو راه مباشره مع الحدث، كيف كتشوفوا راه ما كيلصق ما كيتحرق ما حتى شي حاجه، راه هو مازال كيطلق لاصوص، هو مازال كيطلق الماء ديالو، ما كنضيف عليه حتى شي حاجه اخرى. كنحرك دابا عاد كنخلط هذوك التوابل اللي درت من الفوق ومع مطيشه، كنخلطهم معاه وكنضيف هذيك الفليفله. نتوما انا كنقاد الكاميرا باش تشوفوا معايا داكشي صوت وصوره، تشوفوا داكشي حقيقه ماشي وراء الكواليس غندير حاجه وقدامكم غندير حاجه. انا هذا هو زعلوك المعتمد عندي دائما. اي واحد كيكلا عندي كيعجبو، راه ما كنطيبو لا بما ما كنشويه ما والو، هكا كندير ليه كيجي زوين وبنين. وانت هنا كنضيف عليه فلفله مشويه، تقدري ديري الالوان الفلفله الوان، انا ما عنديش، عندي غير الخضراء، اكتفيت بالفلفله الخضراء درتها من الفوق صافي. وغنردو فوق البوطه يتقلى شويه، تشرب شويه ديك لاصوص اللي كيطلق صافي، وغنحطو ونقدمو نرافق به الغدا ديالي. نتوما شفتوا كيفاش كيجي معلك وزوين، زعما على ضمانتي والله لا زعلوكم خطير والله لا احسن من ديال المطاعم كاع. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا، ها هو الشكل النهائي ديالو. شفتوا كيفاش كيجي؟ راه كيجي شي حاجه اللي هي خطيره، ما تندميش عليها الا جربتيها وما يحشمكش قدام ضيافك.
ودابا تبارك الله راه جاي العيد، غنحتاجو بحال هاد الاطباق هادو باش نرافقوا بهم المشويات ديالنا والاطباق ديال العيد. تبارك الله راه معروفين بليدام وبالشحمه. ضروري هكا الانسان كيدير زعيله، كيدير خضيره، يدير شي مرافقات بحال ما هكا، وهذا احسن. ودابا تبارك الله الدنجال راه موجود، والدنجال زوين دابا وحلو. ما تديروش زعما، ما تقولوش ما نجربوش، حاولي تجربيه وراه غيعجبك على ضمانتي انا، غيعجبك. واللي جرباتو تخلي ليا كومونطير. وكان هذا هو الطبق ديال اليوم، وكنشكركم على الدعم، وما تنساونيش من لي لايك ومن لي بارطاج ولي كومونطيرات زوينه باش تشجعونا نزيدوا بكم القدام، ونزيدوا نعطيو مازال ما في الجعبه. وشكرا لكم على المتابعه.